الفيديو ده يا جماعة حبايبنا وأهالينا في دولة العراق. طبعا دولة العراق من أفضل الدول اللي بتستورد طيور زينة من مصر، فحبينا نعمل فيديو كده إهداء لدولة العراق، لإخواتنا وحبايبنا في دولة العراق. ودولة العراق معروفة إن هي أكتر وأفضل دولة ومن أحب الدول للزبرة فينيش أو للفينيشات يعني بصفة عامة للفينيشات عامة. الفينيشات طيور لطيفة جدا ومنتجة جدا، ولكن رغم صغر الحجم بتاع طائر الزبرة الفينيش او الفينيشات عامة بيكون صغير، رغم ذلك هو شرس جدا ولازم نتعامل معاه بكل حذر. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، الله اكبر، ده انتاج جوز واحد فوق الست فروخ ما شاء الله. كملوا الفيديو واستمتعوا ببقية الفيديو عشان ما نطولش عليكم الفيديو. حبيت ان انا افتح لكم بعض العشوش مع بعض كده ولحبايبنا واصحابنا في دولة العراق. يا ريت اللي استفاد من الفيديو او يعجبه حاجة في الفيديو يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد. هناخد لقطة كده ايه خفيفة على العشوش ما شاء الله. ادي يا جماعة اهوت، طبعا الجماعة دول مندمجين ونايمين اهوت في العش، ولكن دول اربع فروخ زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، دول اربع فروخ اهوت في عش. عش تاني يا جماعة معايا، العش ده اهو فيه بيض جوه. هنخلينا في الفروخ، في العشوش اللي هي فيها فروخ. في عش تاني هنا اهوت ماشي، ده عش كمان اهو، عش غير العش الاولاني ما شاء الله. في برضه وليكن اربع فروخ زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو كده، ده اربع فروخ برضه اهوت. يبقى احنا كده كده عشين. ادي واحد اللي هو الازازه الخضراء. طبعا الزبره يا جماعه ما بتحتاجش تكلفه كتير لان الزبره بتنتج في اي حاجه. ادي عش كمان اهوت، ادي عش ازازته اللي هي البيضه ديت. ما يقولكش واحد ايه ده مصور كذا عش او مصور عش واحد، ده ازازه بيضه ودي ازازه خضراء. تمام، ده كده عشين. نبص في باقي العشوش كده يا جماعه نشوف هل هي فعلا منتجه. الحلبه دي لها عوامل على التخصيب. ده يا جماعه فيه بيض، احنا مش عايزين البيض، عايزين العشوش اللي هي فيها فروخ. ده يا جماعه اربع بيضات اهوت في العش ده، اربع بيضات. نشوف في العشوش الثانيه دي كده فيها انتاج ولا لا. ده ما فيهوش. بص في ده، هل ده فيه؟ اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. العش ده كمان فيه فروخ اهوت جوه اهو ما شاء الله. عش تاني نبص فيه برضو يا جماعه، هل ده فيه فروخ؟ ده فاضي. شوف بعض العشوش يا جماعه ما شاء الله لو لاحظتوا هتلاقي فيها ادي ده فيه بيضه اهوت يا جماعه. ماشي، هوريكم كام عش برضو دلوقتي يا جماعه. عشوش ما شاء الله فيها انتاج كبير جدا، يعني فيها فروخ بشكل كبير ما شاء الله. بص حتى التاكيل، الاكل اللي في الحوصله عامل ازاي ما شاء الله. ادي فيه يا جماعه بتاع 3 فروخ طالعين اهمت، مش عايزين نقلهم. 3 فروخ، وفي كمان بيضتين معانا لسه هم غامقين اهمت، ضلمه غامقين خالص ما هماش فاتحين. دول تقريبا برضو ما شاء الله مخصبين وهيطلعوا. تمام، عش تاني الازازه دي بيض اهي. شوف عش تاني، عش اخر وليكن ده يا جماعه في فرخ صغير وفي بيضتين ورا. ده لسه طلع اهو اهو زي ما حضراتكم شايفين الفيديو. ده فرخ واحد اهوت وفي في بيضتين كمان ورا. تمام، كمل بقيه العشوش معاكم ما شاء الله. ادي جوله اهيت خفيفه كده ما شاء الله. الله اكبر يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين العش ده وليكن فيه اكتر من 4 فروخ او 5 ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ادي واحد، ادي اتنين، ادي 3، ادي 4، وفي بيضه اهيت ما شاء الله لسه ما طلعتش زي ما حضراتكم شايفين كده اهو باينين. تمام، بص على ده، ده فاضي. بص على بيت العشوش. طبعا يا جماعه الزبره ده عش كمان اهو يا جماعه ما شاء الله. بعض الناس بتواجه مشاكل عدم الانتاج في حاجات كتير هنتكلم عليها في فيديوهات تانية كتير، ولكن جوله خفيفه كده
على العشوش ما شاء الله. لو حضراتكم شايفين يا جماعه العش ده ما شاء الله اهوت، بسم الله ما شاء الله. برضو في فروخ اهيت صغيره، وفي بيض برضو لسه ما طلعش. عشان ما نطولش عليك في الفيديو، دي جوله خفيفه كده. لو انت عاوز حاجه معينه من الفيديوهات، سواء طيور الزبر او طيور الاسترالي او الكوكتيل او الرز او اي فيديوهات، قول لي عليها في الكومنتات، ونقدر ان شاء الله ان انا اقدر افيدك بنفسي. وده يا جماعه بنقول على الحلبه المستنبته وطرق تخصيبها لطيور الزبره. ده كده يا جماعه هنتكلم في فيديوهات تانيه كتير. تابعوا فيديوهات، لان ان شاء الله هعمل سلسله عن طريقه انتاج مثلا طيور الزبره وعدم تخصيب البيض وعلاقه البيض الغير مخصب بالنسبه للفيديوهات اللي جايه كتير. وان شاء الله هنعمل تاني فيديوهات تانية عن الاسترال وعن الكوكتيل. هنعمل زي نظام سلاسل فيديوهات. بعض الناس اللي هي برضه بتواجه مشاكل في عدم الانتاج او في عدم البيض اللي هو غير مخصب، هنتكلم فيه عوامل كتير كتير جدا جدا هنتكلم فيها. ولكن في بعض الناس ما بتتكلمش على الطرق ديت بالنسبه للمربيين. وفي فرق يا جماعه بين المربيين اللي هم بيربوا، وفي فرق بين الهوايه. ازاي ان انت تتفادى كل المشاكل دي تقدر تنتج بصوره كويسه. انت عندك كل الفيتامينات وبتحب تاكل وفي تغذيه كويسه، ولكن برضو عندك الفروخ سواء الزبر او الاسترال او اي فروخ بتموت منك بعد التغذيه الكويسه والفيتامينات. نتجنب ازاي العوامل ديت. تابعوا السلسله اللي جايه ان شاء الله، اللي هي عن طريقه تخصيب البيض وعن طريقه موت الفروخ، لان في عوامل كتير يا جماعه ملهاش علاقه بالتغذيه او بالفيتامينات والكلام ده. في موت فروخ عوامل تانيه بتبقى بالنسبه في الام، دي بتبقى وراثات او عدم خبره. فاحنا هنتكلم على العوامل تانيه دي كتير. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ولو انت عجبك الفيديو او اول مره شفنا على اليوتيوب، اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديده.